السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى معايا كده نعمل شوية كماك كده، أو شبيه القرص الفلاحي أو البكاكيم. يلا بينا نعمل شوية قرص ونرطب على أولادنا بيهم كده، وما نشتريش أي حاجة من بره. معايا كيس خميرة فورية، معايا معلقتين 2 سكر، ومعايا كوباية مية. هنشوف تفاعل الخميرة كده، اختبار لتفاعل الخميرة. نحط السكر والمية ونقلبهم الاتنين مع بعض، ونحط فيهم الخميرة. بسم الله. هنقلب شوية السكر كده شوية عشان يدوبوا، وبعدين نحط كيس الخميرة ونسيبهم شوية على ما نجهز الدقيق بتاعنا، ونجهز الملح، ونجهز اللبن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كيلو دقيق، معايا معلقة بيكنج باودر، معايا ذرة ملح، معايا اللبن بتاعنا يكون رايب، او لو كان حليب نحط عليه معلقة خل، معايا الخميرة الفورية اللي احنا عاملينها مع بعض، ومعايا معلقتين، معايا بقى معلقتين سمنة بقري كده، ونحط المكونات بتاعتنا يلا على بعض. نحط شوية خل كده على اللبن، لو كان لو كان حليب، معلقة خل كده. والخل بقى من من المادة الرافعة زي زي الخميرة والبودر. نحط بقى الخميرة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البيكنج باودر وذرة الملح، وذرة فانيليا كده عشان تدي ريحة حلوة. ونبدأ بقى نحط شوية لبن شوية بشوية. نقلب بقى كده الأول ده كله على بعضه لحد الخميرة مع الدقيق ما شاء الله عاملة ريحة جميلة. هنقلب بقى لحد ما العجين يدخل في بعضه كده، وبعدين نكمل عجن بإيدينا. وآخر حاجة بنبقى حاطين الزبدة، وممكن نحط معلقتين زيت كمان. هكمل عجن بإيدي بقى كده، ونحط شوية زبدة، شوية صغيرين برضو كده، ولو احتاجنا تاني نبقى نحط. أهم حاجة في المعجنات العجن جامد. أنا هبطل هعجن جامد، وبعدين أريح العجينة شوية، أسيبها بقى على الرخامة كده شوية، وبعدين أرجع أعجن تاني. أهم حاجة طبقك يبقى نضيف وانت بتعجني. ماما الله يرحمها كانت دايما تقول كده: ادعوا لماما بالرحمة بقى ويصبرنا على الفراق. بس ماما بقى كانت بتعجن كميات كبيرة وتحط حبيبتي في الفريزر. الله يرحمهم ويرحم امهاتنا جميعا وابائنا جميعا. الله يرحم بابا وماما ويجعلهم في الفردوس الاعلى، ويرحم باباك يا صباح رحمه واسعه، ويصبرك يا رب على فراقه يا حبيبتي. يا ريت ندعي الاموات المسلمين كلهم يا جماعه. دي العجينه بتاعتنا بقى اهيا. بعد ما خلصنا عجن فيها، اهم حاجه العجينه ان انت تخدميها كويس. انت لما تشدي العجينه ما تتقطعش منك، يبقى كده اتخدمت كويس بتاعتنا. نلم العجينه بقى ونجيب شويه زيت او شويه زبده كده في نغطي الوش بقى بتاعنا كده. يلا بينا بقى نشوف الكماك بتاعنا بعد ما خمر. ننزل بقى الهواء ده منه، بقى نلم الهواء بقى منه كده، ونمسكه بقى نفرد القطاعه ونقطعه عليه. حطيته بقى على القطاعه هنا، وبقى همسك بقى اقطعه بقى كوريات صغيره بقى كده. هقطع بقى كله كده ونرصه، وبعدين نسيبه يرفع شويه، كله يبقى قد بعضه كده، كوريات قد بعض.
وبعدين نسيبه يرفع كمان مره، وبعدين ايه ناخد اول واحده بدأنا بيها نبططها، ونجيب الصينيه ونفرش فيها مشمع او كيس نقطعه نصين اتنين، ونحط ايه عشان ما يلزقش مننا ولا يقشف. العجينه ايه ملبن في ايدي اهي، العجينه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، طريه جدا. عايزه بقى ايه واحنا بنبططها نبططها مستطيله بحيث السندوتشات على طول نبطط. عايزه ايه وايه ويبقى عندك كل حاجه في ايه في قلب البيت. نحط بقى ايه مش محتاج اي حاجه، نبطط كده وبالنشابه وفرده صغيره. لو عندك مكنه من بتاعه الشعريه دي هتخبطيها خبطه واحده فيها بس، بيبقى زي الفل. بالنشابه بقى كده. عايزه تعمليه مدور، عايزه تعمليه مستطيل، نعمل بقى ايه بس ما نرقوش جامد عشان يقب معانا في الايه في الفرن اهو. انا عامله مدور اهو، وايه نفض الدقيق منه ايه عشان ايه ما يتحرقش في الصوب، وعامله مستطيل اهو. السمك بتاعها بقى يبقى ايه رفيع شويه. ده العجينه بقى بتاعتنا القرص بتاعتنا بعد ما خمرت، هشيلها بقى واحطها في الصاج وعلى اعلى درجه حراره في الفرن، والصاج يكون سخن، ونحطها بقى ونسويها.